عارف ايه الفرق بين انك تكون شغال على بيزنس تقليدي وانك تكون شغال على براند الناس واقفه عليه طوابير؟ الفرق هو ان النوع الاول عنده بضاعه بس كده، والتاني عنده فاليو بروبوزيشن وعنده الاخطر من كده اليو اس بيز. بص يا سيدي، الفاليو بروبوزيشن دي هي المظله الكبيره، الوعد الشامل اللي بتقوله للعميل: يا فلان انت حياتك هتتغير بالشكل الفلاني لما تتعامل مع البراند بتاعي. مثال: احنا بنوفر لك اكل صحي طعمه حلو وبيوصل لك في وقت سريع. دي قيمه كامله. اما اليو اس بيز هي نقطه البيع الفريده، ودي الاجابه على سؤال واحد: ليه اشتري منك انت بالذات مش اي منافس ليك؟ خلي بالك اليو اس بيز دي بتبقى حاجه انت بس اللي بتعملها، او على الاقل حاجه بتعملها بتميز. زي احنا المطعم الوحيد اللي بيستخدم خضار اورجانيك من مزارعنا، ودي هي اليو اس بيز. ركز بقى في الحته اللي جايه دي عشان هي اللي فيها الزيتونه. الفاليو بروبوزيشن هو التميز، بتقول للعميل انا هحل لك مشكلتك. اليو اس بي بقى هي المنفعه اللي بتقول فيها للعميل محدش هيحل لك المشكله دي زي. طب ليه الاتنين مهمين؟ عشان لو ما عندكش فاليو بروبوزيشن العميل مش هيعرف هو ليه محتاجك، ولو ما عندكش يو اس بيز فالعميل غالبا هيقارنك بغيرك بالسعر، وطالما دخلت خناقه السعر فمفيش حاجه مضمونه، لان دايما في حد ارخص منك ومستعد يفلس عادي. طب ازاي تحدد اليو اس بيز والفاليو بروبوزيشن؟ بص، عشان تحددهم لازم تعمل حاجه انا بسميها مثلث الرعب. اول حاجه الاحتياج، ايه الحاجه اللي عميلك بيدور عليها؟ تاني حاجه القوه، ايه الحاجه اللي انت عبقري فيها؟ تالت حاجه ايه الثغره اللي عند المنافس بتاعك اللي هتدخل لعميلك منها؟ بس اهم حاجه تبقى انت كمان مش ضايع فيها. نقطه التقاطع بقى بين الثلاثه دول هي اليو اس بي بتاعتك. بص باختصار، التسويق من غير الحاجتين دول هو مجرد دوشه على الفاضي. الفاليو بروبوزيشن هي اللي هتحدد لك الرسائل اللي هتقولها للعميل، واليو اس بيز هي الهوك اللي بتجذب بيها العميل في اعلاناتك. لازم تبقى عارف ان البيزنس احيانا كتير مش بس شطاره في البيع، البيزنس شطارته في هندسه القيمه. فلو عايز تعرف ازاي البيزنس بتاعك يتحفر في دماغ الناس يبقى لازم تعمل لي فولو.